محمد وهبي ولا وليد ركراكي؟ شكون المدرب الانسب للمنتخب المغربي؟ السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم في قناه في البوطو. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي شاغل الجماهير المغربيه كامله. واش المنتخب المغربي خاصو يبقى بنفس الاسلوب اللي صنع به وليد الركراكي التاريخ، ولا دابا مع محمد وهبي غادي نشوفوا منتخب مختلف تماما؟ جوج مدربين كبار، جوج عقليات مختلفه، وجوج طرق لعب مغايره بزاف. واحد مشى بالمغرب لنصف نهائي كأس العالم وخلى العالم كامل يوقف ويحترم الكرة المغربية، والثاني جاب طموحات جديدة وفكر هجومي كيحمس الجماهير المغربية قبل مونديال 2026. أكيد أي مغربي مستحيل ينسى شنو دار وليد الركراكي في مونديال قطر 2022. هاد السيد دخلنا للتاريخ من أوسع الأبواب. شكون كان كيحلم واحد النهار المنتخب المغربي يكون في نصف نهائي كأس العالم؟ حتى أكبر المتفائلين ما كانوش متوقعين هاد الشيء، ولكن الركراكي قدر يديرها، والسر ديالو كان واضح: اللعب بالروح والنية والكرة الواقعية. يعني الركراكي ما كانش كيهتم بزاف واش الجمهور غادي يشوف لعب جميل تيكي تاكا واستعراض داخل الطيران. اللي كان مهم عنده هو يربح الماتش، وكان كيعرف كيفاش يوجد اللاعبين نفسيا قبل تكتيكيا. اللاعبين كاملين كانوا مستعدين يموتوا في الطيران على قبل قميص المنتخب. هاد الحاجة ما كتجيش غير بالتكتيك، كتجيب الشخصية ديال المدرب ودرجة الانسجام ديالو مع اللعابة. الركراكي كان كيعتمد بزاف على التنظيم الدفاعي، كيلعب بخطه واحده 4-4-1-1. المنتخب معاه كان كيرجع بزاف للور وكيخلي الخصم يتحكم في الكره، النقطه اللي ما كانش عاجبه بزاف ديال الجماهير. وكاين مباريات المغرب ما كانش كيخلق فرص كثيره، حيت التركيز كامل كيكون على الدفاع وما نستقبلوش اهداف. عاد زيد عليها المدرب كان كيعتمد على مجموعه واحده ديال اللعابه كيثيق فيهم واخا ما كيعطيوش اضافه للمنتخب. وزيد عليه عدم الثقه ديالو في اللاعبين الشباب، ما كيعترفش بشي حاجه سميتها لاعب واعد ويدمجو في المنتخب، هو كيبغي لاعب يكون واجد. ندوزو دابا لمحمد وهبي. هذا المدرب مختلف تماما على الركراكي. وهبي معروف بالخدمه الكبيره ديالو مع الفئات السنيه، وعنده عقليه اوروبيه، عزيز عليه الاستحواذ، الضغط العالي والكره الهجوميه، يعني ماشي غير دافع وتسنى شي كونتراتاك. وهبي باغي المنتخب يفرض السيطره ديالو، وبصراحه هاد الفكره هي اللي خلات بزاف ديال المغاربه يتحمسوا ليه، حيت الجمهور المغربي بطبيعته كيبغي الفرجه والكره الزوينه. وهبي كيبغي اللاعبين يضغطوا لقدام ويبنيوا اللعب من الدفاع بطريقه منظمه، وهذا الشيء شفناه في جوج ديال المباريات الوديه اللي لعبهم. حتى الاظهره كيطلعهم بزاف للهجوم، وكيبغي اللاعب يتحرك بزاف بدون كره. يعني المنتخب مع وهبي يقدر يولي اكثر متعه وفرجه. ولكن هذا الاسلوب عنده مخاطر كبيره. الدفاع كيولي مكشوف، واي خطا صغير قدام المنتخبات الكبيره يقدر يكلفك الماتش كامل. وزيد عليها تدريب المنتخب الاول ماشي بحال تدريب الفئات السنيه، الضغط كبير والجمهور المغربي ما كيرحمش. هما مدربين بجوج كبار وبعقليه مختلفه، وإلا بغينا نبينوا الفرق بيناتهم باختصار، الركراكي واقعي بزاف ووهبي جريء بزاف. واحد كيامن بالدفاع الحديدي والمرتدات، والاخر كيامن بالهجوم، الضغط العالي والسيطره. الركراكي مدرب ديال النتائج، ولكن محمد وهبي مدرب ديال المشروع، وهذا الشيء علاش الجامعه عطاتو عقد طويل حتى ل 2030. دابا السؤال اللي محير المغاربه كاملين: شنو كان الافضل للمنتخب المغربي في هذه المرحله؟ كان يبقى الركراكي اللي عنده خبره وسبق ليه صنع التاريخ، ولا محمد وهبي اللي عنده افكار عصريه وطموحات كبيره؟ اكيد وليد الركراكي غادي يبقى واحد من اعظم المدربين اللي دازوا في تاريخ المنتخب المغربي. ولكن التحدي الكبير دابا هو واش محمد وهبي يقدر يدير منتخب مغربي اقوى واخطر واجمل في طريقه اللعب؟ الجواب غادي نعرفوه من بعد ايام قليله في مونديال 2026. خليكم معنا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب، وخليوا لينا رايكم في كومنتير.